طيبة عبد الله بيه مقشع مدرسة من نعم. أتكلم عن حقوق المعلمين المنهوبة والمسلوبة من المجلس المحلي والمحافظة والرأي العام في المحافظة. يعني نحن معلمين لنا حقوق ولنا علاوات مثل المحافظات الأخرى، محافظة عدن، محافظة شبوة وحضرموت وبقية المحافظات التي تحصلت على حقوق وعلاوات وعلى مساندة غذائية مساندة لدعمهم الاقتصادي. يعني لا حصلنا احنا لا بلح الشام ولا احنا باليمن في محافظة أبين. يعني مجلسنا المحلي خذلنا والمحافظ خذلنا ومدير التربية والضح خذلنا والفئات الاجتماعية اللي موجودة خذلتنا. يعني خذلان يعني غير متوقع منا، ونحن ما زلنا ندرس طلابهم ونأدي دورنا ولا حد يوقف معانا. نحن ظروفنا تعبانة وحياتنا الاقتصادية المادية ضعيفة جدا. لهذا نطلب من الرأي الخارجي والرأي الذي يريد أن يسمعنا والتجار والخير والسلطات الأخرى أن تنظر إلينا. ما فيش احنا بنصعد بنقطع الطريق، بنقطع الإمدادات، ونطلب من الجهات الأمنية والداخلية والجيش أن لا يقفوا أمامنا ونحن نقطع الطريق ونصعد، ولا يعادونا في قطع الطريق. يقفوا مع الحق، يقفوا مع المظلوم، يقفوا مع الإنسان الذي مات من التجويع السياسة. التجويع ايش هذه سياسة التجويع؟ لازم هذه الحكومة إذا ما عندها قدرة تلف نفسها وتروح عند الشركات حقتها في الخارج والاشياء والفلوس اللي معاهم في البنوك يقيسوا هناك يرتاحوا، يخلونا كذا. لحنا نشتيهم ايش يلبسوا بدلات انهم يمثلونا. هذه مش حكومة، هذه حكومة تجي تاخذ فلوسها وتروح، وسارق ورا سارق، فساد ورا فساد. لما متى مش عندهم قدرة يقولوا مع السلامة والله ما